السلام عليكم ومرحبا بكم مع وصفات عادل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا ربي. اليوم جبت لكم كراتان تاع اللوبيا ماشطو. هاي ليك، كاش اللي ما يعرفش لوبيا ماشطو. هاي ليك، نقيتها وغسلتها كامل. هاي ليك، والان نحطها تغلي شويه ونعاود نجيبها نكملوا بها طياب. وهنا عندنا فخذ الدجاج هاوليك من الداخل، وقطعت البصل هاوليك قطعته شرائح. والان نزيد له لي زيبيس والزيت. والان قلت لكم نديروا التوابل. نسبق قبل في الزيت. هاي ليك، نديروا كميه تاع الزيت هكذا، ما نديروش بزاف لانه حنزيد ندير ملعقه تاع الزبده. هاي ليك هكذا، ملعقه تاع الزبده، ونزيد لها كميه فلفل اسود هكذا. هاي ليك، ندير فلفل اسود، نزيد لها شويه قرفه. هاي ليك شويه قرفه. وعندي هنا واحد التابل راهم يبيعوا فيه واحد التابل تاع يقولوا له تاع المتوم، يجي بزاف بنين به. هاي ليك يطلق بالنا هكذا. والان نحطوه فوق الفرن نقليه يتقلى مليح مليح، وهذيك اللوبيا ماشطو راهي طيب ونمرقوه شويه، من بعد نحطو معاه اللوبيا ماشطو. والان البنات هاي ليك، بعد ما طاب هذاك الدجاج هذاك، قالوا غير شويه نزيدوا له هاد اللوبيا ماشطو نحطوها لداخل هكذا. هاي ليك نخلطها ونزيد لها المعدنوس. هاوليك هكذا، نزيدوا لها واحد المصربطه تاع المعدنوس، نحركوها نخلطوها هكذا. نزيدو نخلوها تتشرب شويه من هذيك المرقه هذيك هكذا. نغلق عليها ونخليها تغلي شويه، تزيد طيب لانه ما نحيناها غلات غير شويه، ما غليناهاش بزاف هكذا. هاي ليك نخليها تزيد تغلي شويه تشرب كامل لاصوص هذيك البنه تاع المرقه هذيك. والبطاطا راني نقلي فيها، ومن بعد نتلاقى معاكم نكملوا. والان البنات هاي ليك هذيك البطاطا طابت، وراني درت لها الدجاج هذاك فتتو. والان كما قلت لكم البنات هكذا راني فتت كامل الدجاج، وزدت له الفرماج. هاوليك فرماج ديروا اللي حبيتو، تحبوا هكذا بورسيون ولا كاين هذاك تاع الميزان كيما حبيتو، ولا تاع دوك البايط هذوك اللي يتباعوا تاع البيدونات هكذا. واللي ما يحبش الفرماج ما يديرش، كاين خاطر اللي ما يحبوش الفرماج هكذا البنات. والان واش ندير هذيك اللوبيا ماشطو. هاي ليك هاي طابت، شوفوا كيفاش راهي. الان نبدا نحي في اللوبيا هكذا ونحط من الفوق. هاي ليك ها كامل من الفوق اللوبيا هذه هكذا. ها هاي صدقوني تجي بنينه بزاف بزاف هاد الوصفه هكذا. هكذا ونزيد لها البطاطا من الفوق تانيت هكذا. لها البطاطا هذه هكذا. والان البنات نحكموا زوج حبات بيض هكذا، نديروهم نكسروهم هكذا. هاي ليك نزيدوا لها شويه من المرقه هذه اللي درناها كي درنا اللوبيا ماشطو. صفيت شويه تاع المرقه، نخلطها هكذا كامل مليح. هكذا هاي ليك الان نفرغها. هاي ليك الان نفرغوه كامل هكذا. هكذا
ليك هكذا ونحطوه في الفرن. والان البنات هاوليك هذاك الكغاتان بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جا هايل وبنين، ووصفه اقتصاديه يعني ماشي ما فيهاش بزاف تكاليف. ان شاء الله تجربوها في هذا رمضان، وإلا عجبتكم ما تنساونيش بجام وبارطاج مع احبابكم. وهذا ما بقى لي واش نقول لكم، شهيتكم في الجنه وشهيه طيبه وصحه فطوركم، ونتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه واحده اخرى وفي فيديو اخر، والسلام.